تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 4/13/274 الخاص بتطبيق القانون رقم 45/12 المتعلق بإقراض السندات. ينص هذا المشروع الذي تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية على أن الوزير المكلف بالمالية هو الذي يصادق بقرار على نموذج اتفاقية الإطار التي تعدها الهيئة المغربية لسوق الرساميل المنصوص عليها في القانون. وكذا أيضا السلطة الحكومية المكلفة بالمالية هي التي تصادق على نموذج التبليغ المعد من قبل هذه الهيئة من أجل تطبيق مقتضيات هذا القانون الذي صدر السنة الماضية وأقر ضرورة أن تتابع الإدارة هذه العمليات. تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2/13/218 يغير ويتمم بموجبه المرسوم رقم 2/02/376 الصادر في 17 يوليو 2002 والذي يعد بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي تقدم به السيد وزير التربية الوطنية. هذا المشروع يهدف إلى الارتقاء بجودة خدمات مؤسسات التعليم والتربية العمومية التي تتوفر على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا، حيث يتم بمقتضى هذا المرسوم إحداث منصب مدير مكلف بهذه الأقسام يتم انتقاؤه من بين أطر هيئة تدريس العاملين بالأقسام التحضيرية مع احتفاظه بحصص الدروس الأسبوعية الملزم بها بصفة نظامية داخل هذه الأقسام. هذا المشروع يحدد أيضا المهام التي سيتوكل لهذا المدير المكلف بالأقسام التحضيرية من قبيل ضمان حسن سير الدراسة والنظام في هذه الأقسام، اقتراح توفير وسائل العمل الضرورية من أجل رفع جودة التدريس وضمان سيرها السليم. وافق المجلس على مشروعي قانونين يتعلقان بالعلاقات المغربية الموريتانية. الأول مشروع قانون رقم 61/13 تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق لنقل الأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات بين المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وقع هذا الاتفاق في نواكشوط في 24 أبريل الماضي، تقريبا قبل حوالي شهرين ونصف. ويهدف هذا الاتفاق إلى تسهيل نقل الأشخاص والبضائع على الطرقات بين وعبر المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وتطبق أحكام هذا الاتفاق على نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات بين البلدين المتعاقدين أو مرورا بأراضيهما من قبل ناقلين بواسطة عربات مسجلة في أحد البلدين. كما تعفى عربات نقل الأشخاص وعربات نقل البضائع المسجلة لدى أحد البلدين المتعاقدين عند تواجدها في البلد المتعاقد الثاني من كافة الضرائب والرسوم الموظفة على السير، باستثناء تلك الخاصة بالطرق السيارة والمنشآت الطرقية الأخرى عند الاقتضاء، بشرط تطبيق هذه الرسوم على كافة المستعملين. هذا الاتفاق جد هام على مستوى العلاقات التجارية المغربية الموريتانية، وكينشئ أوضاع تفضيلية جد إيجابية. كما وافق المجلس على مشروع قانون رقم 62/13 هو أيضا الاتفاقية الثانية تقدم بها أيضا السيد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، تتم بموجبه الموافقة على اتفاقية بين حكومتي المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم، والموقع أيضا في نواكشوط في 24 أبريل 2013. ترمي هذه الاتفاقية إلى تمكين المحكوم عليهم من قضاء ما تبقى من العقوبة السالبة للحرية داخل وطنهم، وذلك لتسهيل عملية إدماجهم الاجتماعي، بحيث يمكن لكل شخص محكوم عليه فوق تراب البلد الآخر أن ينقل إلى بلده لتنفيذ الإدانة المحكوم بها عليه. وحددت هذه الاتفاقية الأسباب التي يمكن أن تؤدي أيضا إلى رفض الدولة المطلوب فيها لديها نقل الشخص المحكوم عليه داخلها، وأيضا الشروط التي تحدد
ترحيل المحكوم عليهم إذا ما تم قبول طلبات النقل. أشار السيد رئيس الحكومة في كلمته إلى اجتماع اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير والذي انعقد أمس الأربعاء، حيث ثمن المجهودات التي بذلت من قبل مختلف المصالح من أجل مواجهة هذه الظاهرة، واعتبر أن الإحصائيات المسجلة تؤكد وجود إمكانيات معتبرة لمواجهتها، خاصة وقد سجل في هذه السنة تراجع لحوادث السير بحوالي 17%، وتراجع في عدد القتلى بحوالي 15%، بل إنه بين يونيو 2013 ويونيو 2012 تراجع عدد القتلى بحوالي 40%. وأكد السيد رئيس الحكومة في كلمته أن هنالك عدة عوامل تفسر هذه التطورات، من بينها أولا المتابعة القريبة والدقيقة لمختلف المسؤولين في إطار تعليمات واضحة من أجل مواجهة هذه الظاهرة، ثم ثانيا تعبئة الإمكانيات المادية والبشرية المطلوبة من أجل تمكين مختلف المشتغلين في مجال السلامة الطرقية من شروط العمل. صدق المجلس على مقترحات تعيينات همت كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزارة السكنة والتعمير وسياسة المدينة. يتعلق الأمر بالسيد محمد ياسين في منصب مدير المدرسة العليا للأساتذة بمكناس، والسيدة سناء رضا في منصب عميد كلية طب الأسنان بالرباط. بخصوص وزارة السكنة والتعمير وسياسة المدينة يتعلق الأمر ب 13 المدير ومديرة في مناصب مديري ومديرة الوكالات الحضرية في إطار الحركية. يهم الأمر أولا خدوج بنو مديرة الوكالة الحضرية القناطرة سيدي قاسم، نبيلة المريني مديرة الإنعاش العقاري، محمد الشياضمي مدير الوكالة الحضرية للعرائش، عمر الحسوني مدير الوكالة الحضرية لبرشيد، منير اليحيوي مدير الوكالة الحضرية لوجدة، مراد عامل مدير الوكالة الحضرية لسطات، هشام خراساني مدير الوكالة الحضرية للناظور، حسن هدى مدير الوكالة الحضرية لبني ملال، عبد الله هاشمي العلوي مدير الوكالة الحضرية لورزازات، مصطفى عريش مدير الوكالة الحضرية الجديدة، نجاة الكحلاني مديرة الوكالة الحضرية لأسفي، حفيظة أعرب مديرة الوكالة الحضرية لتمارة الصخيرات، ثم عبد الإله الإسلامي مدير الوكالة الحضرية لتارودانت تيزنيت. الموقف الذي عبر عنه من طرف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون هو الموقف المؤطر للحكومة المغربية. ليس هنالك أي جديد. المغرب أولا تابع بشكل يعني بالغ وباهتمام بالغ مجموعة التطورات والأحداث التي عرفتها جمهورية مصر الشقيقة. أيضا أخذ علما بالمستجدات والقرارات الأخيرة التي اتخذت أمس، وفي نفس الوقت أكد على موقف واضح ينص على أن المغرب يؤكد على ضرورة المحافظة على الوحدة الوطنية لهذا البلد العريق. أيضا تأكيد على ضرورة المحافظة على الأمن والاستقرار، وأيضا على العمل من أجل تحقيق التطلعات المشروعة يعني للشعب المصري في ظل مبادئ الحرية والديمقراطية. الموقف الذي عبر عنه بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أمس هو الموقف المعتمد الآن، ويعبر عن الموقف الرسمي للحكومة.